يلتقي ريال مدريد وبنفيكا مجددا للمرة الثالثة خلال الشهر الماضي. بعد مواجهتهما الأولى في دور المجموعات، يتنافسان الآن على التأهل إلى دور 16. يلتقي الفريقان مرة أخرى، ولكن هذه المرة على ملعب سانتياغو برنابيو. يدخل ريال مدريد المباراة متقدما بفارق ضئيل 1-0 من مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب دالاوز. في مباراة الأربعاء الحاسمة سيفتقد آربيلو 6 لاعبين، آخرهم مبابي الذي يغيب عن التشكيلة بعد تعرضه لإصابة جديدة في ركبته اليمنى. بالإضافة إلى ذلك سيفتقد المدرب أيضا خدمات المصابين هويسن وميليتاو وبيلينهام وسيبايوس، فضلا عن رودريغو الموقوف. هذه الغيابات تزيد من صعوبة مهمة آربيلو، لكنها توضح أيضا التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق مورينيو. باستثناء أي مفاجآت، سيكون أسينسيو وغونزالو هما الوجهان الجديدان مقارنة بمباراة الذهاب على ملعب دالاوز. لا يعتزم مورينيو إجراء تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة الذهاب في لشبونة، باستثناء استبعاد بريستياني بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يحل لوكي باكيو محل الأرجنتيني في التشكيلة الأساسية.